هي موسيقى وغناء من نوع خاص موجود في المغرب تعرف بالغنيوة، وهي مزيج من الموسيقى الفلكلورية المغربية الأفريقية ومن الموسيقى الصوفية التي تصعد بروحك لعنان السماء كما يصفها عشاقها. يختلف على أصولها التاريخية، فالبعض يصنفها كموسيقى أفريقية جاءت عن طريق الأفارقة القادمين للمغرب، وآخرون يرونها موسيقى أمازيغية وليدة صحراء المغرب، ومنهم من يراها خليطا من هذا وذاك، إلا أن الثابت هو أنها مغربية خالصة نشأت في المغرب ومنها انطلقت للعالم فأبهرته، حتى أن منظمة اليونسكو أدرجتها على لائحة التراث العالمي، ويعتبرها جميع المغاربة موسيقى تعبر عنهم وعن جزء من هويتهم وثقافتهم، في حين يسعى آخرون لانتزاع هذا الفن من المغاربة عبر إلصاقه بالعبيد، واعتبار الغنيوة موسيقى وغناء ابتكره العبيد الأفارقة. وهذا ما ينفيه مغاربة كثيرون وفنانون يتقنون غناء الغنيوة، أبرزهم الفنان محمد جبارة الذي وصف ربط هذه الموسيقى بالعبيد فكرة استعمارية استعلائية، حيث سعت القوى الاستعمارية للمغرب إلى تكريس فكرة كونه بلدا يعج بالعبيد، وذكر أن من يسمونهم عبيدا هم في الحقيقة أسرى قاوموا الاستعمار، وأن هذا النوع من الغناء بدأ ثوريا وروحيا ليعبر عن وجدان الوطنيين وليس العبيد كما يريد بعض من لا يعرفون الحقائق وصفه. وجاء كلام جبارة عقب فيلم وثائقي بثته الجزيرة الوثائقية عام 2017 تحت عنوان الغنيوة موسيقى العبيد، ليكرس هذه الصورة التي يرفضها المغاربة، والذي أعادت الجزيرة بثه مؤخرا في عيد الفطر، ما أثار مجددا الجدل حول وصف الغنيوة بأنها موسيقى عبيد. بدورك، هل سمعت يوما شيئا من هذه الموسيقى؟ وما هو رأيك فيها؟